قصة الأب اللي قتل ابنه. تعالوا بقى ندخل الضريح ونعرف الحكاية. والحكاية ابتدت لما المؤيد شيخ بقى سلطان على مصر. والحكاية بدأت لما بعت ابنه إبراهيم علشان يخوض معارك كتير في الشام. فواحد من كبار الموظفين وشاله وقال له إن كتير من الأمراء بعد انتصارات إبراهيم في الشام قرروا إنهم يخلوه سلطان على مصر. مش بس كده، ده اقترح عليه كمان انه يتخلص من ابنه ابراهيم. غريب انه فعلا حط السم لابنه في الاكل، وابنه بدأ يتعذب قدامه ويموت بالبطيء. وقتها المؤيد شيخ حس بالندم وحاول ينقذ ابنه، ولكن الوقت كان فات وابنه توفى. بعدها المؤيد شيخ حزن حزن كبير جدا على وفاة ابنه، لدرجة انه توفى هو كمان من شدة الحزن في نفس السنة. يقال انهم اتدفنوا في المكان ده في الجامع. عرفتوا بقى قصة السلطان اللي قتل ابنه لما وشوله إن ابنه هياخد منه الحكم ويبقى سلطان على مصر؟ واستنونا بقى في جولة جديدة وجميلة يا بلدي.